خليني احكي لك حكايه كده عن كيليان امبابي. كيليان امبابي ساب باريس سان جيرمان هي 2024. انتقل لريال مدريد مجانا، وخليك فاكر كلمه مجانا دي. مشي من باريس سان جيرمان راح ريال مدريد في 2024. 2025 باريس سان جيرمان كسب دوري الابطال اوروبا، وكيليان امبابي ما كسبش لا دوري. بقاله سنتين في ريال مدريد لا كسب لا دوري ولا كسب دوري ابطال. لا الناس في باريس سان جيرمان قالوا عليه الجعان، ولا رموا له فلوس في الملعب، ولا قالوا عليه بالونه. ولا الناس في ريال مدريد مثلا الجماهير واللعيبه القدامى قال لك ان ريال مدريد لما جاب كيليان امبابي بوظ اوضه اللبس، فمش عارفين ناخد بطولات من ساعه ما كيليان امبابي. يعني ما تلاقيش مثلا راؤول جونزاليس اللعيبه القدامى زي ما بيحصل عندنا في الاهلي، ولا كاسياس مثلا عايزين يمشوا كيليان امبابي من الفرقه عشان الفرقه فشلت انها تاخد دوري الابطال والدوري في اخر موسمين. ليه بقى انا بقول الكلام ده كله؟ لان انا شايف في الاعلام توجه خصوصا من لعيبه كانت بتلعب في الاهلي، كل كلامهم في البرامج من امبارح ان اللعيبه كلها تمشي. مشي زيزو مبوظ اوضه اللبس، مشي امام مبوظ اوضه اللبس، مشي بن شرقي، مشي كل دول. امال هنلعب بولاد اختك مثلا؟ هنجيب الجيران عندكم ينزلوا يلعبوا الموسم الجاي؟ ولا انتوا عايزيننا نبقى زي الاسماعيلي مثلا نلعب الدوري السنه الجايه بالناشئين ونصارع على الهبوط؟ يا جماعه فاهم ان في حاله غضب ان في حاله ضيق من الاداره، لكن اللي مش فاهمه الصراحه احنا كجماهير لينا حق نتضايق. لكن انت كنت لابس تيشيرت النادي الاهلي وبتلعب في الاهلي، تطلع في البرامج تسف على الاهلي وتسف على الفرقه وتهدم وعايز تهدم الفرقه وتهدم اللعيبه عشان ابنك ما لعبش في الناشئين، ولا عشان كابتن الخطيب ما خدكش في الاداره ولا في اداره فرقه ولا في تدريب فرقه. فتطلع عايز بتردد كلام اعلاميين بتوع نادي الزمالك ان الفرقه كلها تمشي وتتسرح عشان الفرقه هتبقى بلا مدرب وبلا لعيبه. يعني انا نفسي افهم، احنا طب لما نمشي زيزو، مين جناح يمين في مصر يلعب مكان زيزو؟ مين احسن منه؟ مش هيرد. مين احسن رقم 8 احسن من امام في الدوري؟ مش هيرد. فانت بتنفذه مخطط المنافس اللي عايز يهد المعبد على اللي فيه، يجيب عليها وطيها، وهو مش ده مش صح. احنا قلنا ده موسم للنسيان، وبيحصل وحصل سنه 2004 2003 قعدنا 4 سنين ما ناخدش الدوري يا جماعه. ماشي. حصل في الفتره اللي هي بتاعه 2014 دي برضو كانت الفرقه واقعه 2015 2016 ما خدناش الدوري. فمش عايزك تمشي ورا الناس دي، وللاسف لعيبه كانت بتلعب في الاهلي. فخد عظه من قصه كيليان امبابي مع ريال مدريد.